روى الترمذي وابن حبان وأصله عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. يصل أم لم يصل؟ يصل ويتصدق، صادق فيما يقول. قال: فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي ثم قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ، ومجاهد، وغني منفق متصدق. هؤلاء لم يكذبوا في فعلهم، ولم يكذبهم الله ولا في ذلك. فالقارئ يقول: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهو صادق في فعله، ولكن نيته كذب فيها، بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. هذا أجرك من قرآنك. وصاحب المال صادق في قوله: كنت أصل الرحم وأتصدق، ولكن نيته: بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل. وصاحب الجهاد صادق في قوله: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، ولكن نيته: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالأعمال بالإخلاص، وإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال سلمة بن دينار: اخف حسناتك كما تخفي سيئاتك، ولا تكن معجبا بعملك، فلا تدري شقي أنت أم سعيد. هذا ميزان وتذكرة تعلقها في رقبتك. ما اتقى الله من أحب الشهرة، لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. المشهور من كان عند الله مشهورا لا عند الناس.